انطلاقة ناديك الجديد؟ حسنا، بداية صعبة بالنسبة لي شخصيا كما العادة حين تهاجر صوب بلد جديد للعمل مع نادي جديد وبثقافة جديدة وتفكير كروي مختلف. بالتأكيد أول شهر لي تزامن مع رمضان وهو شيء جديد علي. لدينا عمل كثير ينتظرنا وأنا لست بغاية السعادة. هناك أشياء كثيرة علينا التأكد منها لنصل للمستوى المطلوب. So I think we've still got a lot of things to improve. بعد مسيرة مهنية حافلة مع عدد من الأندية الإنجليزية والأوروبية، هل تعتقد بأن هذا تحد جديد بالنسبة لك؟ نعم بالفعل، عملي كله تحديات. عملت في عدد من البلدان المختلفة: البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مقدونيا، تركيا وأذربيجان، واليوم المغرب. لذا أنا دائما أجد ذلك ممتعا، لأن تتعرف على أناس جدد وعادات جديدة وبطولات مختلفة. فالدوري يختلف من بلد لآخر، ونحن الآن لعبنا مباراة واحدة في البطولة. لذا لحد الآن لا نعرف الأندية الأخرى، ولكن أعرف أن فريقي لا زال يحتاج لعمل كبير. still needs to improve a lot. جماهير الوداد متعطشة للألقاب منذ 4 أو 5 سنوات، وهي تنتظر الألقاب سواء المحلية أو حتى القارية. كانوا قبل سنوات في نهائي دوري الأبطال ضد الترجي التونسي، والجمهور لا يتذكر أكثر من ذلك. هل تعتقد أن فريقك قادر على تقديم الأفضل وحصد الألقاب هذا الموسم؟ بصراحة لا أعرف إذا كان الفريق منذ 4 أو 5 سنوات لم يتوج بالألقاب، فهذا سبب لنكون أفضل من باقي الفرق. في عملي كمدرب كان معي نور الدين نيبت في لاكورونيا، وفي بشكتاش التركي كان معي جمال السلامي، وتحدثت معهم حول الدوري المغربي ونادي الوداد. وبصراحة نحتاج للتألق والتفوق على الخصوم، فعدم الفوز بالألقاب يؤكد أن الفرق الأخرى أقوى منك. لذا علينا البحث عن التفوق هذا الموسم، وأنا أبحث عن ذلك. If we haven't won a championship for 4 or 5 years, the other teams are better. So we really do need to improve this season, but I'm looking forward to it. تعلم أن هناك علاقة خاصة بين الوداد والرجاء، وهناك أيضا ديربي مدينة كازابلانكا. توجد منافسة خاصة بين الفريقين. هل تعتقد أنها منافسة صحية وستضفي احتفالية خاصة على التنافس بين الفريقين هذا الموسم؟ أعتقد أنه أمر جيد. إنها منافسة صحية. في حياتي كانت هناك أمور مماثلة. في إنجلترا ديربي ليفربول مع إيفرتون كان رائعا، وحين كنت في تركيا ديربي بشكتاش غالاتاساراي أو بشكتاش فينيرباتشي ديربي كبير. في إسبانيا ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كان من أهم الديربيات. في فرنسا سانت إتيان ليون مباراة قوية وهامة. في إيطاليا وتحديدا في سيسيليا ديربي كاتانيا باليرمو ديربي أكثر من رائع. Big derby match, So all of these countries, Sicily in Italy, in Sicily, Catania, Palermo, really important. So as I say, I know. كما قلت أعرف الكثير عن الدربيات، ولكن أيضا لا يستهان بدرب الوداد والرجاء. أكثر من 80,000 مشجع، إنها تجربة رائعة. أنا أتطلع لهذا الدربي، أتطلع له بشوق. ولكن أهم شيء بالنسبة لي أنه لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل، وأنا لا زلت أتعرف على اللاعبين. كما تعلم لعبنا 6 أو 7 مباريات ودية، لكن الامتحان الحقيقي حين تبدأ المنافسات، وحين أخوض 6 مباريات في البطولة حينها ستتوفر لي فكرة جيدة حول ما يمكن تحقيقه. And until we've played 6 or 8 matches in the competition, I would have a better idea of our possibilities. خارج الملعب، كيف وجدت الحياة في المغرب، وماذا يمكن أن تقول لجماهير الوداد وبماذا تعدهم؟ Well, you can't promise anything in football. You can only promise that you'll work as hard as you can with the players. لا أستطيع أن أعدهم بشيء. لا يمكن أن تقدم الوعود في عالم كرة القدم. يمكن أن تعدهم بأن تقوم بعمل جيد بانضباط كبير، وأنا أحتاج للانضباط أيضا في المجموعة.
العاشرة هي العاشرة وليست 10 و10 دقائق. أقدم أفضل ما لدي للنادي، والوعود في كرة القدم غير ممكنة. لا يمكن أن تقدم الوعود. الشيء الذي يمكنني قوله بأنني أقوم بعمل جيد رفقة النادي وأتمنى التوفيق. وللمشجعين أقول لهم بأنهم عنصر هام بالنسبة لنا، والجميع أخبرني بذلك، لذا سنقدم أفضل ما لدينا لإسعادهم. حول الحياة في المغرب وجدت مدينة الدار البيضاء مدينة ساحرة، وأعتبرها مكانا ممتعا. إنها مختلفة، فأنا عرفت مدنا مختلفة كإسطنبول ومدريد وكاتانيا والكثير من المدن والأماكن التي عملت بها، ولكن هنا المكان مختلف. فنحن في إفريقيا وهي قارة مختلفة، ليس كروسيا مثلا أو بلدان القارة الأوروبية، وهنا أحترم العادات وينتظرني تعلم البعض منها. لكن المهم أن الجميع في الدار البيضاء يعاملني بود واحترام، وأتمنى أن أطيل المقام هنا. You know, you have to respect the habits of the people here, which I'm trying to do. But as I say, up to now, everybody's been very, very friendly in Casablanca, and I hope it stays that way. إطالة المقام في المغرب تتعلق بالنسبة للوداد